السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم. سعيد أن ألتقي بكم اليوم ونبدأ حديثنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين، اشف مرضاهم ومصابيهم، ارحم شهدائهم يا رب العالمين، ارحم أبي وارحم أمواتنا جميعا. هنتكلم عن ملوك أو الملوك المصريين في أوروبا في كرة القدم. طبعا لو هنتكلم عن صلاح وهنتكلم عن مرموش والإنجازات اللي عاملينها في أوروبا وفي الدوريات الأوروبية. ولكن في الأول هنبدأ بأخبار النادي الأهلي. بنبارك طبعا لملكات السلة، فريق السلة للسيدات، بفوزهم واكتساحهم لسبورتينج في المباراة النهائية 73 61، ويتوجنا ببطلات للسوبر المحلي للعام الثاني على التوالي. يعني السوبر المصري تاني سنة على التوالي بيفوز بها بطلات السلة. ألف مبروك، وبطولة جديدة في دولاب بطولات النادي الأهلي. ألف ألف مبروك. نتكلم كمان عن بعض الأخبار. طبعا احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن مباريات النادي الأهلي القادمة وهتبدأ امتى لحد آخر مبارياته حتى في الدوري أو دوري الأبطال. هنتكلم عن بعض لعيبة النادي الأهلي وبعض التصريحات اللي طلع بيها، زي رضا سليم مثلا. طلع يتكلم قال لك الناس ساعات بتحس إنك زعلان وانت خارج أو مش بتلعب، خارج الملعب يعني أو خارج القايمة أو مش بتلعب، بيحسوا إن أنت زعلان. أنا عارف إن جمهور الأهلي بيحبني. ده كلام رضا سليم. أنا عارف إن جمهور الأهلي بيحبني، بس لازم أديهم شوية من اللي هم ادوهولي، طبعا من تشجيع وحب جماهير النادي الاهلي وتشجيعهم لرضا سليم. فهو حاسس بالمسؤوليه وحاسس ان هو لازم يدي اكتر من كده ويفرح جماهير الاهلي ويديهم حقهم يعني. بس لازم اديهم شويه من اللي انا شفته معاهم. انا عايز العب وابقى كويس، وكل اللي اتقال عني اني عايز امشي كذب، وانا هتمرن كويس علشان العب باستمرار الفتره القادمه. اتمنى لك التوفيق. لعيب كبير، لعيب مهاري، لعيب اول ما تعاقد مع النادي الاهلي احنا قلنا عندنا وينج شمال او يلعب يمين زي ما بيحط كولر. هو اساسا وينج شمال، ولكن لعيب سريع مهاري، لعيب يقدر يعمل لك الفارق في اي لحظه. ان شاء الله ان شاء الله رضا سليم يرجع لمستواه، وان شاء الله يتالق مع النادي الاهلي ويستمر مع فريقنا المحبب ومع نادي القرن. كمان كهربا لما طلع قال انا هشتغل او هعمل على رفع لياقتي البدنيه من خلال المباريات، ومن خلال تواجدي في المباريات القادمه ان شاء الله. من خلال المباريات هجيب لياقتي وهتدرب وهعمل اللي عليا عشان ارجع مره تاني للفريق وللملاعب. عم كهربا انت لعيب كبير، خساره طبعا الفتره اللي فاتت دي مستواك نزل جدا جدا. لازم تهتم وتشتغل على نفسك وتتدرب كويس جدا. اللياقة المباريات او اللياقة البدنية مش هتيجي بس بالمباريات، لازم تشتغل على نفسك وتتدرب كويس. حتى لو الفريق في اجازة انت تدرب مع نفسك، اجتهد في التدريبات، اجتهد رفع لياقتك البدنية والفنية كمان. وان شاء الله كهربا يبقى مكسب كبير الفترة اللي جاية للنادي الاهلي، واحنا محتاجين كهربا ومحتاجين رضا سليم واللعيبة المحبة او العاشقة للنادي الاهلي اللي بتدي بروح وحب للنادي الاهلي. نتكلم بقى عن عمر مرموش. طبعا النهارده كمان بنهني كولر بعيد ميلاده 63، بنقول له كل سنه وانت طيب. بابا الشغلانه العمده كولر اللي عمل انجازات مع النادي الاهلي وقدم اداء رائع مع النادي الاهلي، وشفنا بطولات مع كولر يكاد يقترب من مانويل جوزيه الاسطوره الحقيقي للنادي الاهلي او في تدريب النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا عم كولر، وان شاء الله كده دايما مستمر مع النادي الاهلي في انجازات وبطولات. نيجي بقى للملك المصري صلاح والملك مرموش، اللي هم تربعوا على عرش الكرة الأوروبية الفترة اللي فاتت دي أو من بداية الموسم. ما شاء الله إنجازات، عاملين أرقام كويسة جدا. نيجي مثلا لصلاح. صلاح لحد وقتنا الحالي لعب مع ليفربول، عمل تاريخ كبير جدا، لعب 366 مباراة. تخيل 366 مباراة مع ليفربول، عمل 318 مساهمة، 165 هدف
في البريميوم ليج. ده لعب في الموسم ده 11 مباراة السنة دي، 14 عنده 14 مساهمة، 8 أهداف و6 أسيست. ده بس خلال الموسم اللي احنا فيه دلوقتي. دي أرقام صلاح الرائعة اللي دايما بيثبت إن هو إنسان طموح، إنسان عنده هدف بيسعى ليه ودايما شغال صح، وأداؤه إن شاء مميز دايما وأداؤه ثابت. أي لعيب تاني احنا عارفين بيطلع من مصر ما بيعرفش يتأقلم خارج الدوري المصري أو خارج مصر في أوروبا أو كده، ولكن صلاح عنده إرادة ما شاء الله، عنده تصميم وعنده استمرارية. ربنا يوفقه إن شاء الله. محمد صلاح الملك المصري في البريمير ليج. البوندسليجا بقى، نخش على الدوري الألماني، نشوف مرموش وروعة مرموش والعظمة اللي عاملها مرموش ومقدمها في الدوري الألماني. مرموش أكتر لاعب ساهم بأهداف في الدوري الألماني، 18 مساهمة. هداف الدوري الألماني ب11 هدف، هو حاليا يتساوى مع هاري كين ب11 هدف. أكتر لاعب صنع أهداف في الدوري الألماني 7 أهداف كصناعة للأهداف، أو تقدر تقول أسيست. 7 قلنا 7 أهداف صنعهم مرموش وسجل 18 هدف. أكتر لاعب صنع فرص محققة في الدوري الألماني ب8 فرص أو 8 كرات لعبها أهداف محققة، ولكن ضيعوها اللعيبة التانية. أرقام مرموش بتدل على إنه لعيب كبير في خطة أو في الطريق أو ماشي صح على خطة محمد صلاح. إن شاء الله الاتنين دول يقدروا يستمروا ونشوف مرموش في أحسن نادي أو أكبر الأندية في العالم إن شاء الله. على فكرة فريقه في المركز الثالث ب20 نقطة، فارق عن باير ميونخ. فريق باير ميونخ الفريق طبعا الألماني العظيم بإنجازاته وأرقامه، فارق 6 نقاط، وهم في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني. يعني في فرصة إن فريق مرموش يقدروا ينافسوا على الدوري الألماني. ومقدم أداء طبعا في دوري الأبطال أداء رائع. بالتوفيق لمرموش، بالتوفيق لمحمد صلاح، وإن شاء الله يكونوا إضافة للمنتخب في الفترة اللي جاية وفي بطولة أفريقيا اللي هتقام السنة القادمة إن شاء الله، العام القادم في المغرب. بالتوفيق لكل لاعبتنا المحترفة خارج مصر، والتوفيق لكل لاعيبة النادي الأهلي. إن شاء الله يقدموا لنا بقى المباريات اللي جاية والبطولات القادمة، نشوف النادي الأهلي يقدم لنا أداء رائع ومزيد من البطولات والإنجازات. ومش هطول على حضراتكم، النهاية أبعت لكم تحياتي، أتمنى لكم الصحة والسعادة إن شاء الله. ما تنسوناش بشير ولايك عشان نقدر نواصل مع حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعاش النادي الأهلي أفضل فريق في الكون.